السلام عليكم حبايبي ومتابعيني، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل فيديو مهم جدا، ازاي تطلعي الكريمه من اللبن بتاعك من غير لا تغليه ولا تضيفي له اي اضافات. كده بيور كده زي ما انتوا شايفين كده. كميه كبيره جدا طلعت معايا، قرب النص كيلو. وطلعت دسمه جدا. انتوا عارفين طبعا الكريمه الايام دي بقت غاليه جدا، ان كانت عند اللبان او كانت في العلب الجاهزه، غاليه جدا. فانت بتطلعي من كمية اللبن بتاعتك كمية كريمة زي ما انتم شايفين كده، كمية كويسة جدا. وكمان غير الجبنة اللي هنعملوها مع بعض، شايفين كمية حلوة، وشايفين الدسامة، شايفين التقل بتاعها. ما تلاقيش كريمة بالشكل ده عند لبان او في العلب اللي بتتباع جاهزة. تعالي نشوفوا كمان هنعمل الجبنة ازاي. هنعمل جبنة قريش في منتهى الروعة، في منتهى الدسامة، مش هتشوفي زيها ولا هتدوقي زيها غير بالطريقة دي. يلا بينا نشوف هيتعمل ازاي. نبدأ ونقول بسم الله. انا جايبة هنا حلة، هنحطها على النار شوية كده لغاية ما تسخن، وبعدين هنطفي النار. يعني هتولعي النار عليها لغاية ما تسخن كويس، وتطفي عليها النار. وبعدين تجيبي اللبن بتاعك، طبعا اللبن من اللبان، ما ينفعش اللبن الجاهز المعلب. اللبن من اللبان، وهتحطيه في الحلة من غير ما تغليه ولا تيجي جنبه في حاجة. هتفضيه بس في الحلة السخنة اللي سخناها بس على البوتاجاز، وطفينا طبعا النار عليها زي ما انت شايفة كده. هنحط اللبن او كمية اللبن اللي انتي هتجيبيها وتحطيها في الحلة، وتغطي بالغطا كده وتحطيها على جنب يكون دافي. انا حطيتها على البوتاجاز كده، وحطيت عليها فوطة عشان تقعد في مكان دافي 24 ساعة. يعني لو عاملاها مثلا الساعة 8 بالليل، هتيجي 8 بالليل تاني يوم تكون اتخمرت. قبل ما تعملي فيها حاجة تحطيها في التلاجة شوية قد ساعة كده، علشان الكريمة بتاعتنا تفصل عن بقية اللبن. زي ما انت شايفة كده الكريمة بطلعها في منتهى السهولة، علشان حطيتها في التلاجة وفصلت عن اللبن اللي هو متخمر. زي ما انتوا شايفين كده الكريمة، كمية كريمة، دول 3 كيلو لبن. طلعت منهم كمية كريمة ما اقولكمش يا جماعة، كمية كريمة حلوة جدا. يعني 420 جرام كريمة صافي. هتشوفوا القوام بتاعها في منتهى الروعة، قوام تقيلة مش خفيفة. غير اللي بتاخديها من مثلا من المحلات، بيبقى متضاف عليها ألبان، انما دي قوامها تقيل كده وفي منتهى الروعة. طبعا انت عاملاها بايدك، كمان نظيفة، مطمنة من عمايلك، ومطمنة منها انها نظيفة. زي ما انتوا شايفين كده، بص كمية مقولكمش قد ايه من ال3 كيلو. طبعا الكريمة غالية جدا في السوق، ان كانت عند البقال او كانت مثلا في سوبر ماركت او هايبر او كده، او الجاهزة في المعلبات غالية جدا. طبعا دول 3 كيلو، لما تطلعي منهم 400 جرام مثلا او 420 جرام كريمة صافي، طبعا دول بتمن لوحديهم بتمن اللبن. زي ما انتم شايفين كده، انا بفصل كل الكريمة عن اللبن. شايفين الكمية، كمية محترمة. دي طبعا انت بتشيليها في علبة ولا حاجة، وبتحطيها في الفريزر، تستعمليها في الحلويات، تستعمليها في اكلات، في سي فود، في اي حاجة بتحتاج كريمة بتلاقيها جاهزة، بتاخدي منها الكمية اللي انت عايزاها. هنا بقى اللبن بتاعنا زي ما انتم شايفين كده اتخمر، وطبعا في الشرش بتاعنا اللي احنا بنعمله بيه المعجنات، طبعا ما بيترماش. هنشوف هنصفيها ازاي. انا هنا جايبه مصفى زي ما انتوا شايفين كده، وهنحط كمان قماشة شاش كده، او اي قماشة نضيفة عندي غسلاها ونضيفة جدا. بتحطيها جوه المصفى عشان تصفي الشرش من الجبنة اللي انت عملتيها. هنصفي كده الألبان بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. بتحطي الكمية بتاعتك، حطيت الكمية بتاعتك كلها، وهتسيبيها تتصفى من الشرش بتاعها. الشرش طبعا انت بتشيلي منه جزء تحطيه في الفريزر، وقت ما تحبي تعملي معجنات، بيتزا، عيش، اي معجنات تعملي بيها كأنك عجنتي بزبادي او بلبن.
زي ما انتم شايفين كده الشرش بينزل. انا صفيت منها الشرش خالص، شلت برطمان في الفريزر طبعا عشان لما اعمل معجنات زي ما بقول لكم. والباقي ده انا سبته علشان هحط فيه كمية الجبنة اللي هتطلع مني. انا صفيتها خالص من الشرش بتاعها. جايبة هنا حصيرة للجبنة عشان تعمل نفس شكل الجبنة اللي في السوق اللي بتشتريها. هننزل كمية الجبنة بتاعتنا. طبعا الجبنة دي زي ما انتوا شايفين انا طلعت منها كريمة، وهتطلع في منتهى الروعة، دسمة، طعمها زي الزبدة. زي ما انتوا شايفين كده انا بضغط بالحصيرة، بضغط جامد عشان لو فيها مية برضو يعني شرش يطلع منها، وفي نفس الوقت تاخد نفس الشكل المضلع اللي هو المخطط اللي هو بيبقى جاهز. هنلفها كده وندوس عليها كويس جدا من كل الجوانب كده، وهتحطيها في التلاجة لمدة يوم. لو فيها اي مية او اي سوائل هتنزل منها علشان حاجة. انتي لو ما حطيتهاش كده وسبتيها يوم وجيتي حطيتيها في الشرش بتاعك هتدوب تاني، فلازم تقعد يوم تنشف خالص في التلاجة وتطلعيها. انا حطيتها في التلاجة وطلعتها زي ما انتوا شايفين كده، نزلت المية كلها الزيادات اللي كانت فيها. شايفين واخدة نفس الشكل بتاع الجاهز. هنا حبة ملح كده بتضيفيهم طبعا لان اللبن اللي انا عملته ما ضفتش فيه اي اضافات. حبة ملح كده هتضيفيهم على الوش عشان تبقى ليها طعم شوية. اللي عايزاها باسلة خالص ممكن عادي مفيش مشكلة، بس عشان يبقى فيها طعم كده بسيط من الملوحة ضفت حبة ملح على الوش. وتقطعيها القطع اللي انت عايزاها. شايفين القطع كأنها جاهزة، وغير كده بقى عاملاها بايديكي مطمنة منها. زي ما انتوا شايفين كده الجبنة متماسكة، طلعت قطع متماسكة وما اقولكمش على جمالها ودسمتها، طلعت في منتهى الروعة. طبعا غير الجاهزة خالص. انا الشرش بتاعي هنا جبته وهنحط له برضو حوالي معلقة ملح كده علشان احطه في الجبنة ويحتفظ بيها. هنحطها في الشرش وبعدين هنحطها في التلاجة طبعا وتستعمليها زي ما انت عايزة. هنحطها في الشرش زي ما انتوا شايفين كده، تقعد معاكي الوقت اللي انت عايزاه، ما يجرالهاش اي حاجة مادام حطاها في الشرش ان شاء الله شهر. بس اهم حاجة قبل ما تحطيها في الشرش زي ما بقول لكم لازم تبات في التلاجة لغايه ما تصفي ميتها خالص وتجمد، علشان لو فيها ميه وطريه هتدوب في الشرش معاكي تاني وهترجع مفتفته تاني. شايفين الكميه عملت معايا كميه كويسه جدا غير الكريمه طبعا. اقول لكم واسيبكم في رعايه الله وحفظه. كانت معاكم فادية قاسم. يا ريت ما تنسونيش في اللايك بالله عليكم عشان يوصل لناس تانية. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.